علاش بزاف ديال الفرق الافريقيه انهاروا في الدقائق الاخيره ديال الماتشات ديالهم في كاس العالم. اصدقائتي صديقاتي السلام عليكم. هذه وحده من الاسئله اللي تردات عليا بزاف في الصفحه ديال انستغرام. الصفحه ديال انستغرام اللي كنهضروا فيها على مواضيع ديال علم النفس الرياضي وديال التدريب الذهني. الا ما كنتوش مابوني في الصفحه ديال انستغرام ما تنساوش ديروا فولو في هذه اللحظه هذه. حنايا اكثر من كنظن 38 الف واحد صديق وصديقه اللي وصلنا دابا حاليا في الصفحه. تما كنشر معلومات، كنشر فيديوهات على علم النفس الرياضي، على مواضيع كتعلق بالتدريب الذهني. هذا اول فيديو غادي ندير في يوتيوب، دونك كنتمنى يدوز مزيان. غادي يكون فيديو هو شويه عفوي، ما غاديش يكون فيه بزاف ديال المونتاج. وغادي نحاولوا نهضروا نتكلموا على هذا الموضوع هذا ديال علاش المنتخبات الافريقيه كتنهار في الدقائق الاخرى ديال هذه البطولات كاس العالم. شفنا بزاف ديال الماتشات اللي سالاو، ماشي غير الفرق الافريقيه، بزاف ديال الماتشات اللي سالاو حتى الدقائق الاخرى اللي تماركوا فيهم بيوت، حتى الدقائق ولا الثواني الاخرى. نحاولوا نعرفوا شنو هي الاسباب ديال هذه القضيه هذه، ونشوفوا واش كاينين سورتو اسباب ذهنيه اللي متعلقه بهذه القضيه هذه. الماتش ديال البارح مصر كانت رابحه بجوج ضد الارجنتين اللي هي بطله العالم كما قلنا 2-0. ميسي كان مضيع بينالتي. كانوا بقاو فقط تقريبا 10 ديال الدقائق زائد الوقت البدل الضائع باش يسالي الماتش. 10 ديال الدقائق في اللغه كاين اللي كيسحب ليه بانه 10 دقائق في لغه الكره هي والو، ولكن البارح شفنا بانه 10 دقائق هي بزاف في الكره. من بعد 2-0 جا الدقيقه 79 80 جا فيها الانهيار ديال المنتخب المصري. جا هدف دقيقه 79، هدف دقيقه كنظن 83، ومن بعد الهدف الثالث ديال الارجنتين في الدقيقه 93 3-2. ما يعني خروج ديال المنتخب المصري من المنافسه ديال كاس العالم. وكيف ما قلنا هذه ماشي عباره على حاله معزوله في هذا المونديال هذا، لحقاش العدد ديال الاهداف اللي تسجلوا من بعد دقيقه 90 في الادوار، خصوصا في الادوار الاقصائيه، كان طالع بزاف. ربما لحد الان ما كاينش شي نسخه كنظن في كاس العالم ولا في كاس اوروبا ولا في كاس افريقيا ولا في ليبرتادوريس ولا اي حاجه ولا في كاس اسيا اللي تسجلوا فيها هاد الاهداف كامله. ما كاينش شي نسخه سابقه تسجلوا فيها هاد الاهداف كامله في الدقائق الاخيره ديال الماتش. وهادشي كيخلينا ندخلوا في واحد الايرا جديده ديال كره القدم. اذا السؤال اللي كيجينا بطبيعه الحال وهو علاش كينهاروا بعض المنتخبات في لافان ديال في النهايه ديال الماتشات بالضبط. واش هذه القضيه متعلقه فقط بالتعب دونك لا فاتيغ، واش متعلقه بالعقليه لا مونتاليتي ديال الفرقه ديال اللعابه، ولا هو فقط عباره على سوء ديال الحظ ديال هذيك الفرقه في هذاك الماتش بالضبط. قبل ما نهضروا على هذا الشيء هذا، كما قلت لكم فيديو غادي يكون طويل، دونك خذوا الوقت ديالكم، خذوا الراحه ديالكم باش انكم تفرجوا فيه. ما عرفتش شحال غادي يخرج فيه بالضبط، كنظن على الاقل واحد 4 ساعه. على اي قبل ما نبدا نقدم لكم راسي باش هكا تعرفوا علاش انا كندوي على هذه المواضيع هذا. سميتي اسامه مرحب، اخصائي نفسي في المجال الرياضي. كنخدم مع رياضيين، خصوصا مع لاعبين كرة القدم في المغرب، في الوطن العربي، في ايطاليا فين كنسكن. واليوم غادي نحاول ناخذكم معايا باش نهضروا على هذه القضيه هذه، على هذه القصه هذه، ونحاولوا نحلوها. ماشي قصه ولكن على هذه القضيه ديال
البيوت اللي كيتماركاو في الاخر، ونحاولوا نحلوها بجميع المستويات ديالها. ولكن غادي نحاول نركز على المستوى الذهني، واخا انا ايضا فقط ماشي غير مختص في علم النفس الرياضي، فانا ايضا حاصل على دبلوم التدريب بالويفاسي. ولكن غادي نحاول ما نطرقش الموضوع بالجانب التقني والتكتيكي، لحقاش صراحه ماشي الاختصاص ديالي. اوكي. دونك الى جينا نحلوا الموضوع، اول حاجه بالنسبه لي هو ان ما عمر تيكون سبب واحد باش كطرى شي حاجه. حنا عارفين او دولا ديال زعما هذاك الشيء اللي طرا اللي تكلموا عليه المدرب من بعد والحكم وداك الشيء، فاحنا حتى هذا الشيء ما غاديش نقدروا ندخلوا فيه، لحقاش ليست لدينا الصلاحيه باش اننا نهضروا على الحكم. ولكن نقدروا نهضروا على واحد الاسباب اخرى، واحد المستويات اخرى اللي ما بينها حتى الجانب الذهني. وفقط كتوضيح، وهو انه هذا الفيديو هذا ليس لا ضد المنتخب المصري لا ضد المنتخبات الافريقيه، لانه هذه القضيه هذه ديال البيوت اللي كيتماركاو في الاخر راه ما جاتش فقط غير على المنتخبات الافريقيه، ولكن ايضا منتخبات اخرى اللي خرجوا تمارك عليهم في بيوتها في الدقائق الاخيره، بحال البرتغال اللي تمارك عليهم بيت ضد اسبانيا حتى الاخر وتقصاو. نفس الشيء البرازيل اللي تمارك عليهم بيت حتى الدقائق الاخيره. اوكي. دونك هذه القضيه اللي كتعلق ربما بعض الاسباب كيتعلقوا بجميع المنتخبات اللي تقصاو واللي تماركوا عليهم بيوتها في الدقيقه الاخيره. دونك النقطة الأولى واللي هي كتنطبق كنظن على الجميع، وهو أنه الماتشات اليوم ما بقاوش كيتحسموا غير في الأول، ولاو كيتحسموا في الدقائق 10 15 الأخرين، واللي ما عندوش القدرة أنه يبقى صامد حتى لهذوك الدقائق كيخرج، كيخسر كيخرج. وهذا الشيء شفناه في ماتش ما جوج. دونك الماتش ما بقاش كيدوم حتى الدقيقه 90، ولكن ولا كيدوم حتى اخر ثانيه في الوقت بدل الضايع. دونك السؤال ديالنا هو شنو كيطرا في الدماغ، شنو كيطرا في الجسد، في العقل ديال هذوك اللعابه، ديال هذيك الفرقه، شنو كيطرا في البونتوش، في دكه البدلاء ديال هذيك الفرقه في هذوك الدقائق الاخرى. دونك السبب الاول، اول حاجه قبل ما نضرب السبب الاول، هو نبداو بالارقام والدراسات. قلبت على بعض الدراسات واللي كانوا حلوا فيها بزاف ديال الاهداف في نسخ حتى قبل من كاس العالم، قبل من هذه، وفي نسخ ديال الدوريات الاوروبيه. واللي بان من هذا خلال هذه الدراسات هادو، وهو انه الاهداف اللي كيتماركاو ما بين الدقيقه 76 حتى الدقيقه 90 في هذه الفتره هذه، دونك 15 دقيقه الاخرى، كيتماركاو فيها، كيتسجلوا فيها اهداف بنسبه اكبر مقارنه مع الدقائق الاخرين ديال الماتشات. يعني اكثر ديال البيوتا كيتماركاو في لي ماتش في 4 سوايع الاخر، في 4 ساعه الاخرى ديال لي ماتش. اوكي. وعلى ايان ديما البيوتا كيتماركاو شحال ما الماتش زاد، شحال ما تقدمنا في الماتش، شحال ما زادت الاحتمال باش ان الفرقه تسجل اهداف. وبطبيعه الحال كيف ما كان واحد المره قال في الرياضي واحد المحلل، ما كنتش عاقل على السميه ديالو، قال الفرق ماركاو 50 هدف دونك استقبلوا 50 هدف. ففي هذه الحاله هذه شحال ما زادت الاحتماليه انك تسجل هدف، فبطبيعه الحال شحال ما زادت الاحتماليه باش انك تستقبل ايضا الاهداف. علاش هذا الشيء هذا كيطرى؟ علاش شحال ما زدنا في الوقت، خصوصا في الاخر ديال الماتش، شحال ما كتزاد الاحتماليه باش انك تستقبل هدف. كنظن التفسير الاول
اللي غادي يجي في بالنا هو عامل بدني، بغينا ولا كرهنا. اوكي. ومقارنة مع هذا العامل البدني كاينه واحد الحاجة اللي كان قالها واللي عجبتني بزاف المدرب ديال المنتخب المغربي في الماتشات الاولين. هو انه كان قال بانه بالنسبة ليه اللاعبين اللي كيدخلوا من البعد ربما عندهم اهميه اكبر من اللاعبين اللي كيكونوا في التيران، لحقاش فاش كيدخلوا كتكون عندهم واحد لا فريشور اللي هي فيزيك ومونطال اللي طالعه على الناس اللي كيكونوا ديجا داخلين في التيران. دونك هو معول عليهم اكثر من اللاعبين اللي تيكونوا ديجا في التيران. وبطبيعه الحال اللي كيدخل كتكون عنده كيقدر يجرب لانتونسيتي بواحد الكثافه اللي هي كتكون اكثر مقارنه مع اللعابه اللي كيكونوا الماتش كامل وهما داخلين كيجري. وكنظن هذا الشيء اللي طرح حتى في الماتش ديال مثلا ديال مصر مع الارجنتين. لحقاش الارجنتين كان دخل الا خصني نكذب لوتارو مارتينيز اللي كان في كامل النشاط ديالو. لوتارو هو اللي صنع الهدف الثالث اللي هو كان الهدف الحاسم ديال المنتخب ديالو بواحد السونتر اللي ربما كان الماتش كامل هو لاعب ما كانش غادي يقدر يدير هذاك سبرينت كامل وهذاك السونتراج بهذيك الطريقه بهذيك لا فريشور اللي كانت عنده في هذيك اللحظه في دقيقه كذا و90. دونك دابا الماتشات ما بقاوش كيتلعبوا 11 ضد 11، ولكن كنظن بحال ولينا كندوزوا لواحد الايرا ديال كره القدم اللي الماتشات ولاو كيتلعبوا اكثريه ما بين لي بونتوش. اللي عنده بونتوش مزيان هو اللي يقدر يولي يربح الماتشات. ندوزو من الجانب البدني وندوزو للمستوى الثاني. السبب الثاني اللي كنظن كيخلق المشكل واللي هو مجال التخصص ديالي وهو واحد لا فاتيغ، واحد التعب اللي ما كيبانش في رجلين، اللي هو التعب الذهني، لا فاتيغ مونطال. والفكره اللي خصنا نفهموها من لا فاتيغ مونطال، من التعب الذهني، وهو انه يقدر ما يبانش لك في الجري ديال اللاعب، ولكن واحد التعب اللي كيفسد بزاف ديال الحوايج اخرين في اللاعبين، اللي بحال مثلا اخذ القرارات الصحيحه هي وحده من الحوايج. الا كنتي متعب ذهنيا ما كتقدرش دير. شنو كيعني هذا الشيء؟ يعني يقدر يكون عندك مدافع اللي في دقيقه 85 كتشوفوا مازال كيجري، ولكن كيقرا عنده لا ليكتور دو جو، يعني قراءه الهجمه متاخره بواحد نصف ثانيه او نصف ثانيه في كره. الناس اللي كيلعبوا كره عارفين بان نصف ثانيه بكره ممكن انها تؤدي بك ان مهاجم يهرب لك، ولا مهاجم يخطف لك كره، ولا مهاجم يقلبك الا كنتي مدافع. الا كنتي متعب ذهنيا ممكن انك دير واحد لاباس خاطئه، ممكن انه تفقد الرقابه على المهاجم اللي انت شادو لحقاش سلت عليك. ممكن انه في منطقه الجزاء يهرب عليك المهاجم ديالك، دونك خصك دير اون فوت باش تشدو. كتبان بانه نصف ثانيه هي والو في كره، ولكن اللي كيلعب كره عارف بانه نصف ثانيه يقدروا يطراو فيها بزاف ديال الحوايج. اليوم كره ما بقاتش باغا 90 دقيقه ديال التركيز المتواصل، ما ولات باغا بعض المرات اكثر من 100 دقيقه الا جينا نحسبوا حتى الوقت بدل الضائع ديال التركيز المتواصل. فاش واخا ما كتكونش عندك كره خصك تقرا المساحات، تواصل مع الاصدقاء ديالك، مع المدرب، دير الاستباق للكره، تجيري لي زيموسيون ديالك. وهذا الشيء كامل في حد ذاته واحد الحمل ذهني اللي هو كبير على اللعابه، خصوصا في كاس العالم اللي الماتشات فيه بزاف متقاربين، عندك دور اقصائي زيد، عندك الحراره ديال الملاعب في امريكا.
عندك السفر المتواصل، شفت واحد لا ستاتيستيك ديال شحال ديال الكيلومترات كيضربوا الفراقي في هذا كأس العالم، اللي هو واحد العدد هائل، واللي في حد ذاته كيحيد شويه من الخزان لا الجسدي ولا الذهني ديال اللعابه، اللي بعض المرات كيقدروا يوصلوا للدقائق الاخرى وعندهم هذا الخزان هذا الذهني اللي مديشارجي تماما، بحال اللي كيديشارجا لينا حتى لا باتري ديال التليفون ولا ديال البيسي ديالنا. قبل ما ندوزو للمستوى الثالث ديال شنو هما الاسباب اللي خلاو المنتخبات تاخذ البيوتا في الاخر ديال الماتشات، كيف ما قلت لك هذا اول فيديو ديالي في يوتيوب. كنتمنى يكون عجبك حتى الان. ما تنساش ولا ما تنسايش تضغط على زر الاعجاب بالفيديو باش هكا يوصلني هكا نعرف بانه الفيديو بلا مونتاج بلا والو عجبكم. ما تنساش دير متابعه للقناه هكا ما يفوتوكش فيديوهات اخرين الا درتهم في هذه القناه هذه على علم النفس الرياضي، واللي نحلوا فيهم بعض الماتشات ديال كاس العالم. وبطبيعه الحال ما تعاودش تنسى دوز للصفحه ديالي في انستغرام اللي هي بسي سبورت اسامه، باش هكا تما كتلقى تما كندير فيها بزاف ديال الفيديوهات القصيره على هاد المواضيع هادو، وهكا تعاونوني نوصل حتى هاد الرساله هادي وهاد المواضيع هذا لبزاف ديال الناس اللي ممكن يكونوا مهتمين بهاد المواضيع ديال علم النفس الرياضي. دونك شكرا لاي واحد غادي يتابع الصفحه ونكملوا. المستوى الثالث واللي كنظن مهم بزاف وهو شنو كيدور في الراس ديال واحد اللعابه ديال واحد الفرقه اللي هما رابحين 2-0 كونتر الارجنتين في الدقيقه 80، واللي الا ما كانوش مولفين ومولفين بهذه القضيه هذه كيوليو بحال الفرقه كدوز من اجي سيدي حنايا رابحين، اجي نفكر في هذاك الشيء اللي خصني ندير باش نكمل الرباح ديالي، دونك تكونسونطري على لاطاش ديالي على الخدمه ديالي. الواحد التفكير في المستقبل وشنو اللي غادي يطرا. حنايا رابحين الارجنتين ب2-0، شنو غادي يطرا دابا؟ عندك من وين ربحوش. بنادم كتجي شويه ديال الخلعه، الفرقه كتجيها شويه ديال الخلعه، كتولي الفرقه كتلعب ماشي باش تربح ولكن باش ما تخسرش، وعندك كيمشيو يتقلبوا علينا لحقاش عارفين انهم يقدروا يتقلبوا عليها. شنو غادي يقولوا علينا؟ شنو غادي يضل الجمهور ديالنا؟ دونك الانتباه ديال مع مرور الوقت كيولي الانتباه كامل كيولي على العواقب ماشي على شنو خصني ندير دابا باش نربح. كيولي حنايا قريب، حنايا على واش كاننا ندخلوا للتاريخ. ولكن الا طرا العكس وإلا تقلبوا علينا شنو غادي يوقع؟ العقل ديال اللعابه كيف ما قلنا كيولي يفكر في المستقبل اكثر من انه كيفكر في الحاضر، كيف ما تنقولوا في الزمكان. دونك لا كونسونطراسيون ديال اللعابه ما كتبقاش على شنو كندير انا دابا، مي شنو يقدر يوقع من هنايا لقدام فاش غادي يسالي الماتش. بالنسبه ليا المستوى الرابع هو دكه البدلاء ديال مصر، ابتداء من المدرب. بلا ما نهضروا على دكه البدلاء الاخرين، نهضروا على مثلا الماتش ديال البارح ديال مصر. بالنسبه لي واحد من الاسباب وهو دكه البدلاء، لا قبل الماتش لا من بعد الماتش، والمسؤوليه كيتحملها كنظن بشكل كبير المدرب. ما عقلتش على سميتو، احمد حسن حسام حسن، المهم هما واقيلا جوج ديال الخوت. لحقاش الا جينا نشوفوا حتى قبل الماتش المدرب ديال مصر كان تشكى علنا من التوقيت ديال الماتش. اسيدي علاش تلعبونا مع 12 راه بكري وغادي نضطروا اننا نفيقوا بكري، ومع نفيقوا غادي نمشيو نلعبوا بحال الا هو بوحدو اللي غادي يمشي يلعب نيشان، بحال الا الارجنتين غادي يلعبوا ماتش اخر. اوكي
دونك كتبان بانها عباره على واحد الشكوى بريئه، ولكن في نفس الوقت هذه الشكوى هذه اللي هي علنيه كتصيفط بزاف ديال الرسائل اللي بطريقه غير مباشره للعابه ديالو. وحده من الرسائل اللي كيوصل وهو انه كيوجد واحد الاعذار في حاله انه ما خسر، بحال اللي كيوجد الفرقه ديالو بانه اذا خسرنا فغادي يكون واحد التبرير اللي هو اننا لعبنا بكري. وكيدوز واحد الرسائل اخرى اللي هي الفرقه ديالو اللي هي اسيدي المصير ديالنا حنايا كفرقه كمنتخب مرتبط بواحد الاشياء اخرى اللي حنا ما عندناش التحكم فيها. اوكي، وهي واحد العقليه اللي هي مخالفه تماما للعقليه كيفاش خصو يفكر اللاعب المحترف. اللي لا الا جينا نشوفوا وحده من الحوايج اللي كتعجبني في المنتخب في المدرب ديال المنتخب المغربي اللي كل مره كانوا كيحاولوا الصحافه يسولوه مثلا قبل لي ماتش وانتوما غادي تمشيو دابا من مثلا فاش جينا حنا الثاني نسولوه وما كنتيش تفضل انك تمشي تلعب كون جيتي انت الاول باش تلعب في ميريكان وما تمشيش حتى للمكسيك؟ وهو الجواب ديالو كان ديما واضح تماما، انا هذا الشيء هذا ما شغليش فيه، انا الا عطاوني غادي نلعب في المكسيك غادي نلعب في المكسيك، عطاوني نلعب في ميريكان غادي نلعب في ميريكان، باش ما نوصلش للفرقه ديالي واحد الرساله ديال لا خسرنا راه عرفتي علاش رحت مشينا حتى للمكسيك. ولا فاش كانوا يسولوه قبل واحد الماتش ما عقلتش واش الماتش ديال كندا ولا الماتش الثالث، المهم سولوه على الحكم قالوا لي هذا الحكم هذا يقدر يجي منهم يقدر يدير. الجواب ديالو ديما واضح، انا كنوجد الفرقه ديالي وبالنسبه ليا هذاك الشيء اللي كيطرا من غير الفرقه ديالي واللي ما غاديش نقدر نتحكم فيه انا ما عندي حتى علاقه به وما شغليش فيه. هكا بهذا الجواب هذا قدر انه يوصل الفرقه ديالو بانه ما كاينش شي سبب اللي ما كاينش شي واحد يقدر يسبيو فيه الا ربحوا ولا خسروا. ربحتي راه الخدمه ديالك، خسرتي راه بسبب الخدمه ديالك. اوكي دونك فوكس اون وات يو كان كنترول، حتى حاجه اخرى ما خصها تهمك. وهذه هي وحده من الحوايج اللي كنحاول ديما نخدم فيها ونفكر بها اللعابه اللي كنخدم معاهم، ولا كانوا كيتفرجوا دابا راهم ما غادي يكونوا عارفين هذه القضيه هذه. وحتى فاش بدا الارجنتين كيرجع شويه في الماتش بشويه اول واحد بدا كيفقد الاعصاب ديالو في الماتش ماشي هما اللعابه بل المدرب ديال المنتخب المصري بدا غوات ويحتاج وينفعل والبونتوش كامل. ولكن البدايه بدات من عند المدرب، حقاش المدرب هو الرئيس ديال البونتوش. وإلا في لحظات ديال الضغط بحال هذيك اول واحد بدا كينفعل بدا كيغوت وبدا كيفقد الاعصاب ديالو، بدا كيفقد السيطره على راسو. راه فاش كتفقد السيطره على راسك كتقول بواحد الطريقه مباشره او غير مباشره حتى البونتوش ديالك ديروا اللي بغيتو، حتى نتوما انا يا الرئيس انا الكابتن وفقدت السيطره ديالي، نتوما ديروا اللي بغيتو. نفس الرساله كتوصل حتى للعابه، لحقاش اللي كيكون كيلعب كره والدراري عارفينها والدراريات اللي كيلعبوا كره عارفينها عينيهم ديما على المدرب. راه هما لاعبين ولكن عندهم ديما واحد بالقد ديال العين ديما كيشوفوا المدرب. واش المدرب شنو كيوصل ليا المدرب؟ واش الامور تحت السيطره ولا الامور ماشي تحت السيطره؟ هو داك الميزان ديال الحراره ديال لا جيستيون ايموسيونيل ديال الفرقه. والمدرب البارح ما كانش متحكم في راسو، والرساله اللي كان كيوصل للعابه ديالو لا البونتوش لا لينا حنايا اللي كنتفرجوا فيه وانه الوضع خارج على السيطره. والكابتن ماشي اي واحد، الكابتن حسام حسن اللي انا الكابتن ديالكم والامور خرجت لي على السيطره. دونك ما بقيتش قادر في هذيك اللحظه انني نتحكم في الامور. عرفتي بحال شي بيلوت ديال الطياره اللي اون فوا غادي يدخل وسط واحد
شي عاصفه ولا شي حاجه، ما كتبقاش عنده القدره انه يجيري الطياره ديالو، غادي وغادي يخرج من الكابينه ديالو ويبدا يغوت وسط الناس. اوكي. حسام حسن ما كانش، ولا احمد حسن ما عقلتش شكون هو المدرب، ما كانش بيلوت البارح. ما كانش بيلوت بكل ما تحمله الكلمه من معنى. آم، السبب السبب الخامس والاخير في هذه القضيه دي كنظن متعلق ايضا بالخبره اللي ربما ما كانش عند المنتخب المصري البارح. الخبره باش انهم يجيريو واحد التقدم اللي كان عندهم في الماتش ديال 2-0، في واحد الماتش اللي مهم بزاف، اللي كيساوي كل شيء بالنسبه المنتخب. كانوا غادي كون داز المنتخب المصري كانوا غادي صراحه يديروا واحد الحاجه اللي هي غير مسبوقه في التاريخ ديالهم. واداره هذه المواقف هذه ما كتجيش غير هكا، كتجي فاش كطيح في نفس القضيه هذه بزاف، عشرات ديال المرات، وكتولي عندك القدره باش انك تجيري واحد لا سيتوياسيون. اوكي. الا جينا نشوفوا، ما كاينينش بزاف ديال اللعابه ديال مصر اللي عاشوا مرارا وتكرارا مواقف بحال هذه ديال انايا متقدم في النتيجه في واحد المباراه اللي هي يتفرجوا فيها ملايين ولا ربما مليار ديال الناس ضد واحد العملاق عالمي. بار كونتر الا شفنا الارجنتين، فالارجنتين عندها واحد التشكيله اللي ربما فيها بزاف ديال الناس اللي عاشوا في حال هذا الموقف هذا ديال انهم يكونوا خاسرين ويرجعوا في النتيجه بزاف ديال المرات، عشرات ديال المرات، لقاش عندهم بزاف ديال اللعابه اللي لعبوا في دوري، اللي لعبوا في الشامبيونز ليغ، اللي لعبوا ربما المونديال، اللي ربحوا به ماشي غير لعبوه. دونك بحال الا الدماغ ديالهم عنده ديجا واحد الارشيف ديال انه طاح في هذه القضيه هذه وعارف شنو يدير في هذه اللحظه هذه. وهذا الشيء هذا ربما كاينين بعض الناس اللي تقدر تكون عندهم موهبه هذا الشيء هذا، ربما اللي كتكون داخله عندهم في الشخصيه ديالهم هذه القضيه هذه، ولكن هذا الشيء ايضا عباره على كيف تنقولوا عن واحد الرصيد من الخبرات المتراكمه عند الفرقه باش انها تجيري واحد لا سيتوياسيون معينه. وربما هذه القضيه هذه هي اللي كانت ناقصه اللاعبين الافارقه في هذه لا كومبيتيسيون هذه، اللي هي ولات كومبيتيسيون على اعلى المستويات. نقدروا نقولوا اللي بغينا نقولوا على لا كوب دي موند بزاف ديال الحوايج اللي طراو خايبين، ولكن اللي نقدروا نقولوا هو انه ولينا كنشوفوا اخيرا كره بلا هذيك البساله اللي كانت عند بزاف ديال المنتخبات الافريقيه والعربيه ديال اون فوا كتكون رابح ب1-0 كتبقى كتبقى طيح. تقدر دوز ميطون كامله غير بالتفليه، انك تبقى كل مره يطيح لك اللعاب، كل مره كتوقف الماتش وكتهرس به الريتم ديال الخصم. دابا هذا الشيء هذا ما بقاش، هذه البساله هذه ما بقاتش. تقدر انك طيح الا ما كانت شي حاجه اللي هي اورجونت، الحكم ما كيحبسش الماتش الا في حاله الحارس. وإلا دخل عندك الطاقم الطبي كتخرج واقيلا كتسنى 2 دقائق عاد كتحاول تدخل. دونك دابا اللاعب قبل ما يتفلى ويدير راسو انه مضروب دورها في راسو بزاف ديال المرات، لحقاش عارف بانه يقدر يخرج 1-2 دقائق. دونك الفراقي ديالنا ما كانوش بهذيك البساله وبهذيك التفليه ما كانوش مؤلفين باش انهم يجيريو واحد التقدم لمده طويله وهما لاعبين كره، لحقاش شحال هذه الطريقه الوحيده واللي كانت كتستعمل بزاف باش انك تجيري التقدم ديالك، وهو انه تبقى طيح وتهرس الريتم ديال الماتش. دونك فاش حيدوا عليك هذا الشيء هذا، وما كنهضرش على مصر، كنهضر على بزاف ديال المنتخبات الافريقيه والعربيه، دونك ما تقلقوش الناس المصريين اللي كانوا كيتفرجوا في هذا الفيديو. دونك هذه هي النقص في الخبره اللي هضرت عليها في لا جيستيون ديال هاد المواقف هادو. دونك الا جينا نلخصوا قلنا كاينين 5 ديال المستويات اللي هما لو كور ديالنا
لو كور الجسد، العقل ديال اللعابه اللي كتمشي منه لا باتري ديالو شويه، العقل ديال اللعابه وديال الفرقه اللي كيولي كيفكر بزاف في المستقبل على شنو غادي يطرا من بعد وما كيبقاش مكونسونطرا في الحاضر في الزمكان. رابع رابع سبب اللي هو الدكه ديال البدلاء، شكون اللي كاين في هذيك الدكه ديال البدلاء، شنو كيوصل ليا كرساله. والسبب الخامس اللي هو الخبره اللي ربما كانت عند لاعبه ديال مثلا البارح ديال الارجنتين واللي ما كانتش عند لاعبه ديال مصر. دونك واحده من الرسائل اللي بغيت نوصل خصوصا للناس اللي كيلعبوا الكره، للناس اللي كيلعبوا اللي ما كيلعبوش، وهو انه اليوم الفرق ما بين اللاعبين ما بقاش فقط جانب البدني، لحقاش كلشي كيتدرب بدنيا، كلشي كيتدرب بنفس الطريقه. الفرق ما بين اللعابه في الجانب البدني ما بقاش بزاف. اوكي، دونك دابا الفرق الحقيقي ولات كتصنعوه واحد القدره ذهنيه على ان اللاعب يبقى مركز داخل المباراه حتى لاخر ثانيه. كيف ما قلنا التركيز ماشي واحد الحاجه اللي عند كل شيء كتجي من عند الله، كاين اللي كتجي الموهبه من عند الله، بحال مثلا كاين اللي عنده موهبه تقنيه من عند الله، ولكن التركيز والاستعداد الذهني هو عباره على تدريب، هو عباره على واحد الحاجه اللي كتبنى يوميا عن طريق تدريب واحد تقنيات محدده، نهار على نهار، اسبوع على اسبوع، شهر على شهر، عام على عام، تماما كيف ما كتبني الطاقه، كيف ما كتبني القدرات التقنيه والبدنيه ديالك كرياضي كلاعب. دونك وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، كنتمنى يكون عجبكم. كنظن طولت عليكم شويه، ولكن اول مره غادي ندير فيديو في يوتيوب، بغيت نعرف من عندكم الاراء ديالكم كيفاش جا الفيديو، واش عجبكم واش ما عجبكم، شنو اللي عجبكم فيه شنو اللي ما عجبكمش فيه، شنو تبغيوني نبدل المره الجايه، واش تبغيو اننا نبقاو نديروا فيديوهات طوال بحال هادو. فريمون الراي ديالكم كيهمني وكيهمني بزاف. وإلا كان هذا الفيديو هذا عجبك، كيف ما قلت لك، يمكن لك تشاركوا مع الاصدقاء مع الصديقات ديالك. ما تنساش دير لايك الفيديو، دير فولو الصفحه في يوتيوب هكا، وفعل الجرس هكا يوصلوك فيديوهات اخرين على علم النفس الرياضي وعلى التدريب الذهني. غادي نحاولوا نحلوا الماتشات بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بدون اننا نعقدوا المسائل. ما تنساوش حتى كما قلت لكم نتلاقاو في الصفحه ديال انستغرام، فيها كنسول الناس شنو هما المواضيع اللي بغاو نهضروا عليهم. نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي، وتشاو على بروسيما.